ارسنال اخر 3 مباريات ما استطاع ان يفوز اي مباراة. تخيل، ليفربول تعادل، ويست هام تعادل، والان امام هذا النادي تعادل. 9 اهداف ب3 مباريات في مرماه. شو اللي قاعد يصير يا ارسنال ما اعرف في اخر الجولات. مثل ما تشوفون هذا الجدول، ارسنال لاعب مباراتين متقدمه على السيتي، يعني السيتي رسميا الان هو متصدر. ليش؟ لان المباراه القادمه راح يفوزن خلاص يكون 76 وهذا يكون 75. ولكن الصدمه ان مباراه السيتي القادمه امام ارسنال وبعدها امام تشيلسي، والمباراه الثالثه امام نيوكاسل صاحب المركز الرابع بالدوري. يعني مباريات قويه لارسنال والكل لازم فوز، وعدم الفوز معناها باي باي دوري. واعتقد ان يا ارتيتا باي باي دوري. دون التعليقات شنو رايكم؟ هل اكو امل ان ارتيتا ياخذ الدوري هالموسم او لا؟ هل تذكرون هالمباراة؟ هالمباراة كانت ليفربول وريال مدريد، اخر دوري ابطال اوروبا لكريستيانو. بهذه البطولة كريستيانو اكمل 5 بطولات، واليومنا هذا كريستيانو ما استطاع ان يرفع تاج